السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الله الله الله، ايه الجمال والحلاوة دي! قلنا دايما التغيير مطلوب، مرة عدس ومرة كشري ومرة كشري اصفر ومرة كشري مصري ومرة لحمة ومرة فراخ ومرة بانيه ومرة سمك. النهاردة هنعمل العيش السائل، عيش الخلاط يا حبايب قلبي، عارفينه؟ تعالوا لو انتم مشفتوش قبل كده معانا تعالوا اوريهولكم. معاه شاورما الدجاج، شاورما الدجاج، شاورما الفراخ. هنعمل فيها معاها احلى عيش، عيش الخلاط، العيش السائل، العيش الكريب الجميل، كلها اسماء لنفس الحاجه. دلوقتي بما ان البيض غالي انا دايما بعمل لكم الكريب بالبيض. المره دي هنوفر بقى في البيض وهتجيب نتيجه حلوه باذن الله. هنوفر ومش هنحط لبن، اللبن ابو 15 وب 20 مش هنحطه، والكرتونه البيض ام 80 و90 مش هنستغنى عنه. هتجيب نتيجه حلوه وجربي. ممكن نسميه عيش سائل، عيش شاورما، كريب، زي ما انتوا عايزين. ممكن نسميه عيش صاج، عيش سوري، كريب، عيش سائل. كوبايتين كبار دقيق زي ما انتوا شايفين كده اهو، نفس الكوبايه اللي هعاير بيها الدقيق اللي هعاير بيها الميه. كوبايتين دقيق وكوبايتين ميه، كوبايتين دقيق وكوبايتين ميه. اللي عايز يحط كوبايتين لبن مفيش مشكله، بس انا بوريكم اهو عشان ابقى مراعيه الظروف يا حبايب قلبي. كوبايتين دقيق وكوبايتين ميه انا معايراهم وحطاهم في شفشه عشان خاطر بس التصوير وما ناخدش وقت. على معلقتين كبار زيت، ونص معلقه صغيره ملح. هنضربهم كويس جدا في الخلاط زي ما انتم شايفين. عايزه تحط سنه فلفل زي ما بنحط مفيش اي مشكله، بس لو تلاحظوا ان انا ما حطيتش ولا لبن ولا بيض، قلت اوفر لكم فيه وفي الاخر النتيجه هتطلع حلوه. عشان لو انتم حابين تعملوا وتقولوا الاسعار غاليه هنكلف، لا. اهو يا حبايب قلبي ممكن بالطريقه دي، ده موجود في القناه وده موجود في القناه، بس انا دايما بعمله انا عملته المره دي برضو عشان الميزانيه واقتصاديا وعشان حبايبي واخواتي اللي حابين يعملوه. لكن انا دايما صراحه بحط لبن وبيض، بقول يعني قيمه غذائيه لاولادنا وبناتنا اللي هم في مرحله النمو، وعشان تبقى الحاجه فيها غذاء يعني. لكن لو مش متوفر مفيش مشكله، زي ما وريتك كده اهوت. هتسيبه يرتاح، ما عملناش فيه اي حاجه، هنسيبه يرتاح على الاقل مده نص ساعه. وزي ما انت شايف القوام بتاعه عامل ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. حابه لقيتيه خفيف وحابه تقليه بتزودي له معلقتين دقيق، تمام. لكن انا زي ما انتم شايفين ما زودتش حاجه وركنته كده، قلت لمده نص ساعه يرتاح. طب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البانيه بتاعنا اهو. انا غسلتهم كويس بالمحلول. المحلول اللي هو عباره عن جنزبيل او دقيق وملح وليمون وخل، وحطيتهم شويه ميه لغايه نص ساعه ولا حاجه على الاقل، لغايه ما بقى جميل وزي الفل زي ما انتم شايفين. شمعه منوره، اللي هو البانيه بتاعنا اللي بنجيبه من عند الفرارجي. غسلناه في المحلول ونشفناه وشطفناه خلاص اهو. بنقطعه تقطيعه دي، انت التقطيعه اللي تريحك. عايزه مكعبات ماشي، عايزه شرايح طوليه زي ما انت شايفه كده مفيش مشكله، ولا هي تخينه ولا هي رفيعه. توم باودر وبصل باودر وبابريكا وتوابل فراخ وتوابل فراخ اهو، وكاري وكركم وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وملح وكاري وفلفل اسمر وكزبره ناشفه. من كل حاجه نفس المقدار يا حبايب قلبي. يبقى زي ما قلنا نص معلقه كبيره من كل حاجه من التوابل الحلوه الجميله دي، ونقلبهم على بعض يا حبايب قلبي. نص معلقه من كل حاجه ونحطهم كده بقى. التوابل الجميله دي بتاعت الشاورما، وانا عامله لكم فيديو منفصل ليها، يعني زي ما انا بعمله معاكم دلوقتي انا عامله لكم فيديو منفصل للتوابل الفراخ بتاعت الشاورما وتوابل السمك يا حبايب قلبي، تمام. هنحط معلقتين زيت زي ما انتم شايفين ومعلقتين خل. ولما بيبقى عندي صويا صوص بحط معلقتين كبار صراحه، لكن المره دي ما عنديش. عندك زبديه حطي معلقتين كبار او علبه مفيش اي مشكله، بتديها طراوه وبتخليها طريه وجميله كده. فاللي موجود عندك ما توقفيش نفسك، يعني موجود حطيته واللي مش موجود مفيش مشكله، لو موجود هيجيب النتيجه افضل، مش موجود ما يجراش حاجه. عندك صويا صوص حطي معلقتين زي ما قلت لك، وعندك زبديه حطي زبديه وقلبيهم وسيبيهم. عايزه تعمليهم من قبلها بيوم وتجهزيهم في التلاجة يبقى افضل واطعم طبعا. عايزه زي ما انا عملت كده ومستعجله ساعتين على الاقل، تمام. الطاسه بقى يا حبايب قلبي بتاعت الكريب لو عندك موجوده تمام، ما عندكيش انا الطاسه دي مقاس 30 عندي تيفال. دوبك اول ما بتسخن كده بديها يعني مسحه زيت بمنديل مطبخ وارج كويس كده. انا سايباه زي ما هو في الشفشه عشان يبقى سهل عليا ان انا اصبه بدل ما اجيب كوبايه او اجيب كبشه. او زي ما انتم شايفين سخنت خلاص الطاسه، فاروح حاطه كميه كده
زي ما انتم شايفين بعمل كده اهو. لقيتها ايه محتاجه شويه كمان، مفيش مشكله، انت تقدري. اول مره بتبقى انت طبعا ايه مش مظبطه مقدارك، بعد كده بتبقى عارفه بقى تحطي قد ايه. وبعدين نحطها وعلى النار هاديه بقى، نوطي النار وعلى النار هاديه بقى لغايه ما تبصي تلاقيها بقى ايه فكت من الجناب، وبقت سهله ان انت تطلعيها بايدك او بسباتولا اهو. على نار هاديه كده تستوي. ساعات بتبقى بيضه وساعات بتبص تلاقيها كده فيها ايه زي نقط بني، مفيش اي مشكله خالص. ساعات كده او ساعات كده، او واحده كده واحده كده، مفيش اي مشكله. شايفين ازاي لقيتها طريه وجميله ونشفت من الجناب او فكت من الجناب، يبقى كده تمام استوت. قلبتها على الوش التاني زي ما انتم شايفين بالاسباتولا اهو. بحاول اوريكي ازاي ساعات بيبقى منقره كده بني اكتر من كده، وساعات بيبقى خفيف زي كده. فما فيش اي مشكله يعني، ما تقلقيش وتقولي باظت منك، لا هو ده الطبيعي اهو. بصي شوفي واحده تانية اهو، بصي وش وظهر خلاص. بنفس القطن المنديل المطبخ بنمسح مسحه بين كل واحده والتانية عشان تبقى حلوه وما تلزقش. وهي باذن الله مش هتلزق لان احنا بنعمله على طاسه تيفال يعني اهو. يا حبايب قلبي دي التانية، حطيت برضو كميه. الله الله الله، ايه الجمال والحلاوه دي. إيه لايك بقى يا جماعه، لايك بقى علشان الحركه دي بقى. اوعوا تعملوها كده البنات المبتدئين وبناتي وحبايبي، اوعوا تعملوها كده لحسن ايه تلزق معاكي ولا تتبهدل معاكي. لو انت لسه مبتدئه يعني بلاش، احنا كده كنا بنهزر مع بعض. الانضف، ايوه الانضف والاحسن لك والاضمن ان انت بالراحه كده بالاسباتولا تروحي قلبها. تمام. انا بس حاجه بقيت اجرب كده معاكم كده للدعابه، والحمد لله عدت على خير الحمد لله يعني. المهم بتحطيه على وش الاولاني وبعدين على الوش التاني، تبقى طريه وجميله. واول كل ما بنطلع واحده بنغطيها بفوطه، نغطيها بفوطه لغايه ما نخلص الكميه كلها ونبقى مغطينها عشان تفضل طريه زي ما هي. شايفين؟ الله الله الله، بصوا الجمال والحلاوه مستويه وزي الفل. ونغطيها عشان ما تنشفش، ما ننشفش. مسحه زيت برضو، ونعمل واحده كمان مع بعض اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايب قلبي اهو. شايفين؟ الله 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 على الجمال، اشي خيالي يا ناس. يا جمالك يا حلوياتك. بصوا بقى طالع ازاي جميل وزي الفل من غير لبن ومن غير بيض. ايه رايكم بقى في عيش الخلاط، العيش السائل؟ جميل وزي الفل، لقمه نظيفه اهي. كفايه انت عاملاها بايدك في بيتك، تكلفيها بقى وتحط لها بيض او لبن دي حاجه ترجع لك. لكن مش عايزه ومفيش امكانيه زي الفل اهو. ما بيقولش لا، اكلناه وكان الف هنا وشفا على كل اللي اكل، كان جميل وروعه. اما تلاقيها فكت من الجناب زي ما انتم شايفين كده، تقلبيها على الوش التاني. ما شاء الله ما شاء الله اهو. تخشي ثواني على الوش ده وثواني على الوش ده. خلصنا بقى في نفس الطاسه بقى عشان ما هدرش بقى في المواعين والكلام ده كله. في نفس الطاسه هنحط ماده دهنيه كده، تحطي سمنه، تحطي زيت ذره اللي انتي حباه، حطيه معلقه كده حلوه كده من السمنه عشان هنعمل فيها بقى الشاورما. بصوا الشاورما لونها بقى جميل ازاي، وقعدت بقى واتبلت بقى اقل حاجه ساعتين زي ما قلت لكم. عندك 3 4 ساعات براحتك. اعملي الصبح يعني، اعمليها من بالليل، اعمليها الصبح مثلا وسويها على ميعاد الغدا، تبقى حاجه تحفه وطعمه وجميل. هنديها بقى ايه صدمه ازاي بقى، ان احنا هنحطها كده اهو، مش مره واحده كده، لا هنحطها كده في يعني نملى بيها بقى الطاسه كده، حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا عشان تاخد الصدمه. وبعدين مش هنقلبها الا لما ايه تاخد على الوش التاني ده صدمه، نروح قلبينه على الوش الاولاني وهكذا. ليه الصدمه دي يا حبايب قلبي؟ عشان خاطر ما تنزلش ميتها وتبقى جوسي وجميله وحلوه ومحتفظه بالعصاره بتاعتها. بصوا بقى اهو قلبناها بقى. بصوا ازاي ما فيش منها سوائل نازله ولا اي حاجه، او ولو نزل يبقى حاجه لا تذكر زي ما انتم شايفين كده، يبقى صوص بسيط خالص كده. قلبتها كده وشوحتها كده شويه وقلت بقى ادوقها. الله الله الله، داخله على سوا. اول ما تلاقيها بقى داخله على سوا كده، يعني مثلا ناقص لها كده ايه ربع تسويه، احط بقى البصل. ليه ما حطيناهوش من الاول؟ عشان احنا مش عايزينه يتهري ومش عايزينه يبقى دبلان. احنا عايزين كده ناكل كده ونحس كده بالقرشه بتاعته حبايب قلبي. عايزين نحس كده بالقرشه بتاعته وما يبقاش دبلان كده، ويبقى طعمه حلو وظاهر كده لونه وشكله وطعمه وكل حاجه.
اول ما نحس ان هو ناقص سنه بس بقى على الفراخ، هنحط بقى ايه، هنحط الفلفل الالوان اخضر اللي موجود عندك، اللي موجود عندي بحطه. في فلفل الوان بحط، فلفل رومي اخضر او شطيطه بحط. والشطيطه طبعا دي عشان اللي انتوا بتحبوا سبايسي يعني، مش اجباري، ده اختياري يا حبايب قلبي اللي بيحب. يعني بتدي الفلفل الالوان بيدي لون، وبيدي يعني لون حلو في نفس الوقت حبايب قلبي. يعني انا دايما بحطه عشان المناعه، لكن لو ما عنديش عادي، يعني ما بوقفش نفسي على حاجه، كله فلفل يعني اهو زي ما انتم شايفين، في اخضر واصفر واحمر، رومي اصفر واخضر واحمر. الاحمر والاخضر بنقول عليه الفلفل الحلو يا حبايب قلبي، ده حلو قوي قوي للمناعه. لو تلاحظوا ان انا بعمله حتى في اللحمه المفرومه المعصجه دايما، وفي الكريب دايما، يعني في وفي السلطه وفي اكلات معينه كده تلاقيني دايما صراحه يعني محافظه على الموضوع ده. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، حطينا شويه الفلفل الحلوين دول، ونقلب كده مفيش دقيقه وهنقفل عليه. يبقى كده احلى شاورما سوري، شاورمه الدجاج احلى، بسم الله ما شاء الله. الطعم طعم، بصوا ما بيحتاجش ان انا ازود ملح على شويه الملح اللي هحطهم على التوابل دول. لو انت حسيتي ان محتاج ملح حطي، لكن انا صراحه بدوق بلاقيه زي الفل والمقدار مظبوط، فما بحتاجش ان انا احط. تمام. خلاص كده نقفل بقى عليه، بقى مستوي وزي الفل. الالوان كمان حلوه فيه وزهره، والحاجه مش دبلانه، ولا الفلفل ولا البصل ولا اي حاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا بوريكم من قريب ازاي الالوان جميله. جربوا مش هتندموا، طريقتي في عمل الشاورما والكريب جميله جميله جميله. كده بقول لكم انا طفيت عليه خلاص بقى، وجبته بقى على الرخامه بقى عشان ايه، نعمل بقى نحشي بقى الاحلى بقى شاورما بقى، واحلى عيش خلاط. يا سلام، بصوا بقى، بصوا عشان كنا بنغطيه طري وجميل ازاي، زي العسل اهو يا حبايب قلبي. بوريكم ازاي عامل شكله ومقاسه ما شاء الله. تعالي بقى نحشي مع بعض. نجيب كده كريبايه كده، ونحط كده حبه كده. انا عملته معاكم قبل كده زي ما قلت لكم باللبن وبالبيض، وعملته معاكم مثلثات زي الكريب ما بتشتروه من بره. المره دي بقى هعمله معاكم رول او اسطوانه. حطينا كميه مناسبه من شاورمه الدجاج او شاورمه الفراخ، وحطيت عليه بقى مايونيز زي ما انتم شايفين. صراحه ما عنديش زيتون وكاتشب، لكن لو انت عندك زيتون وكاتشب حطيه، حطي زيتون، حطي كاتشب، حطي جبنه موتزاريلا، حطي جبنه رومي، بيبقى جميل جدا. انا عملته في القناه معاكم كذا مره بكل الحاجات دي، بس المره دي صراحه عملته على غفله. ما كانش، كنت هعمل البانيه عادي يعني واقليه والكلام ده كله، بس قلت تغيير ومالك طلبت، فما كانش في حد معايا انه ايه يجيب لي بقى ولا كاتشب ولا زيتون مخلي ولا ايه، زيتون وكاتشب، وكان ايه تاني ناقص، وكنت مستعجله بقى فما عملتش توميه يعني. فاللي انت موجوده عندك ممكن ايه تحطي بقى جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر. شويه الجبن دول بيعملوا مطه وبيعملوا طعم خطير جدا. فلو عندك، لو انت عامله حسابك من قبلها بيوم، جهزي بقى ايه. بس احنا حبينا نعملها برضو اقتصاديه، ولا كاتشب ولا جبنه موتزاريلا ولا جبنه رومي ولا جبنه شيدر ولا زيتون مخلي ولا اي حاجه، وكانت طعمه والله العظيم جميل. فاللي انت حباه اعمليه. انا بقول لك اهو ممكن تعمليه زيي، وممكن تحطي فيه زيتون وشويه جبن مشكله، ميكس جبن يعني، او جبنه رومي او زيتون او جبنه شيدر او موتزاريلا او اي حاجه، وعملتهم زي ما انتم شايفين كده. واتبقى الحبه الحلوين دول، اتبقى دول كمان ممكن نحطهم في عيش كايزر وناكله، ممكن ناكله بعيش بلدي عادي، ممكن نعمل جنبه شويه مكرونه، شويه رز بسمتي، اللي انت حباه. الجريل كده مسحه زيت بسيطه زي ما انتم شايفين. واحنا بعد ما لفينا كده الرول بنحطه كده على الحته اللي هي مفتوحه عشان نقفلها، يعني الحته اللي هي مفتوحه اللي هي اخر اللفه يعني بنحطها زي ما انتم شايفين كده. شايفين اهي الحته دي اللي هي اخر اللفه بنحطها عليها، نخليها من تحت يعني. شفتوا ازاي بقى فردنا الساندوتش وحطينا من جوه المايونيز، او لو عندك اللي هو التوميه بتحطيها، وتحطي عليها الشاورما. حابه تحطي شويه بطاطس حطي، زي ما قلت لك زيتون جبن الكلام ده كله، وبتقفليها رول زي ما انا وريتك كده من الجناب، وتبرميها من الجناب وتبرميها. انا ما رضيتش اطول عليكم،
فايه بنعملهم، عملنا الكميه زي ما انتم شايفين، وتقليهم بقى على مره على مرتين، مسحه زيت من تحت في الجريل وتحطيها، واول ما تاخدي لون على نار هاديه خالص هتبصي تلاقيها ايه يعني، تقلبيها بقى على الوش التاني، على الجنب يمين على الجنب شمال. هتشوفوا دلوقتي يا حبايب قلبي لما ياخد لون من تحت هقلبه على الجنب التاني عادي خالص، مفيش اي مشكله. بحاول ان انا اول واحده حطيتها يعني اقلبها اهو. شفتوا ازاي ادت لون جميل من الجريل في دهنه الزيت، وفي نفس الوقت بتقفل ايه الحته اللي مفتوحه دي، عشان كده بحط الاول على الحته اللي هي ايه نهايه اللفه دي، بحطها الاول عليها تبقى هي من تحت بحيث ايه تتماسك، وبعد كده الف براحتي بقى على يمين على جنب شمال على السيف ده على السيف ده لغايه ما تدي لون من كل الجهات، لان هو كله مستوي يعني، الكريبايه مستويه والشاورما مستويه، يا دوبك بس انا بدي لون كده وقرمشه وشكل، وتاكليها بقى بألف هنا وشفا زي ما هي سليمه كده، او تقصيها نصين بالسكينه او بالمقص بتاع المطبخ، مفيش اي مشكله زي ما انا برضو عبرتكم في الاول. ما تنسوش بقى اللايك بقى، بصوا الجمال والحلاوه دي يا جماعه، لا والله العظيم لو ما عملتوش لايك انا هزعل منكم، انا هزعل منكم بجد يا جماعه. انا بقالي 3 سنين معاكم في القناه وبحاول ارضيكم واعمل لكم كل حاجه بطريقه سهله وبسيطه وجميله، وانا محتسب القناه عند ربنا والحمد لله يعني. ما خدتش منها حاجه، ولو ما خدتش منها حاجه انا مش زعلانه، هفضل مستمريه، لان انا عاملاها للبنات المبتدئين عشان اخد الثواب، ولبناتي انا نفسي يعني، انا نفسي بناتي برضو لما يستفادوا ويحبوا انتوا عارفين دلوقتي عشان هم في التعليم فما بيبقوش في المطبخ كتير، لكن في الكليات وفي الثانويه والكلام ده كله، فلما يحتاجوا حاجه وانا مش موجوده او في بيت عدلهم بقى، ربنا يا رب يفرحنا بيهم جميعا، يقدروا يلجأوا للقناه ويستفادوا منها. فانا لو ما لقيتش حد حتى اتفرج ولا لايك ولا شجعني، كفايه عليا بناتي والبنات الحلوين اللي بيكتبوا لي التعليقات الحلوه، واخواتي وحبايبي في الله، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.